عملتي ايه معايا في اخر مره؟ بس بقول لك ايه، لو زينه جت قفلي على الموضوع، ها يعني غيريه بسرعه. لا نغير ايه ده، احنا نردم عليه كده، احنا نردم عليه. عندك حق. انت عارفه اصلا اخر مره لما شافتني بس على مين؟ بص الاخت جت، اسكتي. احنا يا ريتنا جبنا سيره مليون جنيه والله. متجمعين كده يعني اكيد في نمايه، وعلى الاغلب برضو ان انتوا عمالين تقطعوا فرط حد دلوقتي، صح؟ لا يا حبيبتي مش كل الناس زيك. صباح الخير يا ماما. طيب هدخل انام، انا تعبانه مش قادره. طب ما تخليكي شويه حضرتك، كنتي قاعده عادي. لو جعانه بقى الاكل جوه في الميكروويف، يبقى سخني وكلي ماشي. ولو مش جعانه خلاص نامي خفيف، بس لو قدرتي تنشري نشري، لو ما قدرتيش خلاص انا مصحى بقى نشر. جمال البس الساعه التانية دي هتبقى على الطقم قمر. ايه الذوق ده؟ ايه الذوق ده؟ وانا غلطه. صباح العياقه. يا صباح الخير. شكلك كده نازله فين بقى بالتفصيل يا ريت؟ نازله وقايله لماما والخطشيبي. الخطشيبي عندك اي اعتراض؟ يا بنتي انا بهزر معاكي عادي. ممكن تعديني بقى عشان البس؟ مالها دي؟ ماما ما تجيب اللي قول. وحشتيني جدا يا بنتي بجد. اخت خطيب اختك بره. مش تقولي لماما اطلع اسلم عليها؟ ماما عملتي القهوه؟ ما انا بعملها اهو. مش تناديني يا بنتي عشان اطلع اسلم عليها واشوف اقعد معاها شويه. خلاص بقى، خلاص خليها بعدين، مش لازم دلوقتي خالص. مش احنا كنا من شويه بنقول لك احنا نازلين وكده، فهننزل بقى خلاص. مش هطول على فكره، هسلم عليها بسرعه. خليها مره ثانيه بقى عشان احنا مستعجلين قوي، مستعجلين جدا. كنت حتى جايه اقول لماما نلغي القهوه، ما انت ما سمعتينيش وانا بقول لك من بره. على السلامه، ابقي طمنينا. كنت لسه هقول لك ان هم نازلين، بس انت ما اديتنيش فرصه بقى. فعلا اعمل لك قهوه بجد؟ يعني انت عم وطنط هتيجي يوم الخميس؟ يا ريت بقى تقولي كل اللي عندك في البيت عشان كله يكون موجود، وبابا يعني نفسي اشوفهم، وحشتوه جدا انتي ماما وبابا واخوكي وزينه. والله ليه ان شاء الله؟ هي لو زينه مش قاعده انت مش هتيجي؟ ايه اللي انتي بتقوليه؟ ينفع اللي بتعمليه؟ انا برضو بتشوف نفسك انت بتقول ايه؟ وبعدين اخويا ليه اسم على فكره، ولا نسيت وفاكر اسم زينه بس؟ لا 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 لا، انا لازم اقفل دلوقتي حالا، مع السلامه. احسن. الحبايب خير يا رب. اتحت خير. الو طنط بعد اذنك كنت عايز احكيك في حاجه، انا مش هعطلك. لا يا حبيبي انا ما فيش ازعاج ولا حاجه، قول خير. طيب انا مش عايزاك تشغل بالك بالموضوع ده خالص، انا هتصرف. متشكر يا طنط، متشكر جدا، هتابعك معايا. لا يا حبيبي فيش تعب، كلكم عيالي. اللي بتقوله ده احسن ان شاء الله ما ترد. ويتنج، ما اكيد بيكلمها وانت هتقول لي انت ايه اللي بتعمليه ده؟ ماما خضتيني. انت عايزه تفضحينا؟ والله بقى كل واحد مسؤول عن تصرفاته. انت مش شايفه هو بيعمل ايه؟ عمل ايه؟ بيقول لك ابوه رجع وهيجي يزورنا. ايه الغلط اللي الولد عمله؟ عايز افهم. قال لازم الست زينه تكون موجوده. قال يعني لو هي مش موجوده مش هيجي، مش مالين عينه احنا. بقول لك ايه، انت لو عايزه فرحك يتم على خير بدون مشاكل ما ينفعش اللي بتعمليه ده، ولا هتكملي فرحه طول ما هي قاعده. انت عارفه الكلام ده لو وصل لامه هتعمل ايه؟ لو حد سمع بيه في العيله هتبقى مشاكل كبيره. ده بعينها. اديني قلت وعايزاكي ما تسمعيش الكلام. وايه المنظر ده؟ ماما ده وقته. هو بقى ده كل اللي هم حضرتك في الموضوع؟ جوازه ومامته وانت تعرف وما تعرفش؟ اتفضلي. كمان مش مكفيها اللي هي عاملاه ده كله، كمان بتستنط. ده بجد اللي كان ناقص بقى. ايوه. ايه بقى اللي انا بعمله؟ ايه اللي انا عملته اصلا عشان تعملي كل ده؟ شيخه ايه اللي انا عملته علشان تبعديني عنك بالطريقه دي؟ او بمعنى اصح يعني عشان يبقى الكلام في محله تبعديني عنك انت وخطيبك بالطريقه دي؟ دي حتى اخته لو جت عندنا بتعملي اي حاجه عشان ما اقعدش معاها. ردي عليا انت يا ماما، قولي لي انا عملت لها ايه، وقولي لي برضه انا عملت ايه عموما عشان حضرتك بدل ما تعقليها وتقولي لها اختك عمرها ما تبص على الحاجه اللي في ايدك، تعملوا خطط مع بعض واسرار عشان خاطر تخبوها عني. طب كويس والله انك قلتي، وما دام عرفتي من نفسك من غير ما احنا نقول حاجه تبقى حقيقه طبعا. لو انت الصادقه عرفتي من عينيكي اللي لو اتجمعنا مره غصب عنك كلنا ما بتنزلش من عليا انا وخطيبك اصلا. بتبقى طول الوقت عامله زي اللي بيدور على حاجه وعايز يثبتها لنفسه. بعرف من تصرفاتك وافعالك اللي طول الوقت بس ما بتعملش حاجه غير انها تحاول تبعدني عنك. بعرف من كذبك والحجج اللي طول الوقت بتخترعها لي عشان ما اكونش موجوده معاك وانت بتنقي كل حاجه في بيتك. بعرف لما بتحاولي تعملي اي حاجه زي دي عشان تحرميني من الفرحه دي معاكي. كل ده مش كافيكي؟ وكل ده ليه؟ لا انت عارفه ليه كويس قوي. ما تقولي لها حاجه. اللي فاكراني مش حاسه ولا عارفه حاجه دي. خلاص يا فرح. لا خلاص ليه، سيبيها تكمل. ما هو كان اولى فعلا ان حضرتك تفهميها ان اختها عمرها ما هتعمل كده، بدل ما انت بس بتحاولي تخليها ما تتكلمش قدامي. هو انت موقفه تحاسبينا؟ معاكي المايك وشغاله دو ايه ياما ايه؟ هو احنا اللي محتاجين نفسر لك؟ هو انت ناسيه ولا ايه؟ ما مدحت ده حبيبتي اللي كان متقدم لك زمان ورفضته عشان كان في حد في حياتي وانت كنت عارفه كده كويس. ولما انت عارفه انك مش هتعرفي تتعايشي مع حاجه زي كده وفيتي عليه ليه؟ كان سهل عندك قوي انك تخسري اختك بس عشان تبقي خدتي حاجه منها؟ زينه لا مش هسكت يا ماما.
مش هسكت وهقول لها اللي طول عمر حضرتك مش عارفه تقوله لها، وهقول لها ان هوافق بس على مدحت عشان تبقى اخدت حاجه كانت هتبقى بتاعتي، وهقول لها ان دايما حضرتك كنت بتجيلي انا عشان احايلها واتنازل، وبسبب ده بقى عندها اسقاط وفاكره ان انا اللي بغير منها عشان حضرتك ما واجهتيهاش بيه، وصلت لمرحله بشعه وفاكره ان اختها ممكن في يوم تبص لخطيبها. اخرسي بقول لك. انت عارفه يا بت مدحت قبل ما تقدم لك جالي واتكلم معايا، صدقتيني؟ اهو كان مكلمها وبيكلمها والله اعلم في ايه كمان. اتكلم معايا وسالني لو كان الموضوع ده ممكن يعمل بينا اي مشكله او اي حساسيه في يوم من الايام ما كانش هيتقدم لك، بس طبعا انا رديت بكل ثقه وقلت له دي اختي مفيش حاجه ممكن تبعدنا عن بعض حتى انت، وقلت له كمان ان هو زي اخويا، فلما انت عارفه ان هو كان ممكن يفرق بينا وافقتي ليه عليه؟ كان سهل عنك تخسريني يعني. صدقني ان انا هتصل بيه اقول له ان انا كنت غلطانه وان هو عنده حق وان انا فعلا بخسرك، وقولي له كمان ان كل شيء اسمه نصيب، ودي ما كانش قصدي ان انا اجرحه، انا بس كل الحكايه ان انا ما اقدرش اخسرك.